الراجل اللي قدامك ده مش مجرد قاتل، ده كان شيطان ماشي على الأرض في شكل راجل عجوز. شكله هادي ضعيف وصوته واطي، تحسه جدا طيب. ممكن يقعد يحكي لك حكايات قبل النوم، لكن الحقيقة إن الراجل ده واحد من أوسخ وأبشع المجرمين اللي عدوا على تاريخ البشرية. اسمه ألبرت فيش، والناس في أمريكا وقتها كانوا بيسموه الراجل الرمادي علشان كان بيحب يلبس لبس بات ويختفي وسط الناس من غير ما حد ياخد باله منه. معاكم عبد الرحمن صاحب قناة حكاوي الدهشان. جهزوا نفسكم لقطر الحكاية، هنتفرجوا على قصص إسلامية مليانة عبر وموعظة، قصص رعب وتشويق تخليك كأنك عايش الأحداث لحظة بلحظة. كل قصة هتاخدك جوه الأحداث من أولها لآخرها كأنك جزء منها. ما تفوتش قطر الحكاية، اشترك دلوقتي وعيش المغامرة علشان قطر الحكاية ما يفوتكش. ويلا نبدأ الحكاية. ألبرت فيش اتولد يوم 19 مايو 1870 في واشنطن العاصمة في أمريكا، ومن صغره وحياته ضرب في ضرب، وأبوه مات وهو عنده 75 سنة، وكان ألبرت عمره 8 سنوات، وأمه رمته في ملجأ أيتام، والملجأ ده كان جحيم. كان كل اللي بيشوفه فيه ضرب وتعذيب وإهانة. كل ده كسر دماغه من بدري وخلاه يطلع واحد مريض نفسيا بشكل مرعب. ومن وهو صغير بدأ يعذب نفسه بطريقة بشعة. كان بيغرز الإبر في جلده ويخدش جسمه بأدوات حادة ويحرق نفسه، وكان مستمتع بألم نفسه، الطريقة اللي مع الوقت اتحولت لسادية اتجاه غيره، ولذة في الألام. مش بس ألم غيره، بل بالعكس وألم نفسه كمان. كبر ألبرت واتجوز واحدة اسمها كاثرين وخلف منها 6 أولاد، وكان قدام الناس أب عادي بيشتغل وبيروح وبيجي وبيظهر بشكل راجل طبيعي تماما. لكن زوجته كاثرين ما قدرتش تتحمل عيشته وغربته، وبعدها أخدت الأطفال وسابت له البيت. ومن اللحظة دي كانت بداية الشر اللي خلى الشيطان اللي جواه يطلع بالكامل. ومن بعدها قرر يفرغ كل اللي جواه في أضعف الناس في الدنيا، وهم الأطفال. كان بيتمشى في الشوارع عادي، ولما يشوف طفل لوحده يقرب منه بهدوء ويكلمه بلطف ويقول له أنا هديك أكل وهوديك أماكن حلوة وهخليك تلعب هناك. والطفل يصدق لأن اللي قدامه راجل عجوز ضعيف ومش باين عليه أي شر. واللي كان بيحصل بعد كده حاجة العقل يرفضها. كان بيخطف الأطفال ويعذبهم ويقتلهم، وبعد كل ده يعمل الحاجة اللي تخلي أي حد يسمع قصته يقرف. كان بياكلهم، أيوة بياكل لحم الأطفال، وكان بيكتب في مذكراته إن طعم لحم الأطفال أحلى من أي طعم لحمة أكلها في حياته، وكان شايف إن ده عادي وكان مستمتع. ده كان بيبعت خطابات لأهالي الضحايا يحكي لهم فيها بالتفاصيل عمل إيه في أولادهم وأكل إيه الأول وطبخهم إزاي. وكان بيحكي وهو مستمتع كأنه بيحكي وصفة أكل مش جريمة قتل. وكان أشهر جريمة ليه هي خطف طفلة اسمها جاريس بيت. وفي يوم 28 مايو 1928 كان ألبرت قاعد في بيته بيقرأ جريدة، وفجأة عينه وقعت على إعلان لشاب عنده 18 سنة اسمه إدوارد بيد. كان بيدور على وظيفة علشان يساعد عيلته في المعيشة. ومن اللحظة دي بدأ تفكيره الشيطاني إن يكون الشاب ده هو ضحيته الجاي. وفعلا ألبرت راح لهم البيت بنفسه علشان يعرض الوظيفة عليهم، وكان مختار اسمه مستعار على أساس إن اسمه فرانك هورد مش ألبرت فيش. وظهر قدامهم على إنه راجل غني وصاحب مزرعة، وقال لهم إنه محتاج إدوارد يشتغل معاه في المزرعة، ووعدهم بأجر 15 دولار في الأسبوع. فالعيلة فرحت بالعرض لأن حالتهم المادية كانت ضعيفة، وكمان الراجل كان باين عليه كبير في السن ومحترم ومفيش منه أي خطأ. فوافقوا من غير أي تردد لأنه قدر يكسب ثقتهم. وبعدها قال لهم إنه هيرجع الأسبوع الجاي علشان ياخد إدوارد معاه علشان يبدأوا الشغل. ولكن ألبرت مرحش في اليوم اللي كان محدده، فبعت لهم رسالة بخط إيده بيعتذر فيها على إنه معرفش يجي في الميعاد المحدد، وكتب لهم ميعاد جديد. وفي يوم 4 يونيو 1928 راح ألبرت البيت علشان ياخد إدوارد، وكان واخد معاه هدايا كتير علشان يبان إنه راجل كريم. لكنه وهو واقف بيتكلم معاهم لمح بنت صغيرة جميلة قاعدة في جنب اسمها جيريس باد أخت إدوارد. وفي اللحظة دي تفكيره اتغير وغير الخطة إن هيكون جيريس بيد هي الضحية الجاية مش أخوها. ففي اللحظة دي وهو واقف اخترع خطة وقال إنه قبل ما ياخد إدوارد معاه المزرعة علشان يبدأ شغل
هيروح لحفلة عيد ميلاد بنت أخته الأول، وسأل الطفلة جيريس اللي حبت العم فرانك جدا بسبب طريقته اللطيفة معاها في الكلام إن عايزها تروح معاه وتحضر حفلة بنت أخته، ووعدها إنه هيرجعها في نفس اليوم. جيريس راحت قالت لأبوها وأمها، والعيلة وافقت لأنه راجل كبير ومسن وشكله طيب ومفيش منه أي خطر يخليهم يشكوا فيه. الطفلة صدقت بعد ما كسب ثقتهم وراحت لبست أحسن طقم عندها، وجيريس راحت معاه وأهلها ما شكوش فيه لحظة لأن كان قدامهم راجل عجوز هادي وشكله طيب. ومن اللحظة دي بدأت واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ البشرية. ألبرت أخد جيريس لبيت بعيد ومعزول عن الناس، وأول ما وصل ألبرت البيت رماها على الأرض. البنت خافت وحاولت تهرب، فضلت جيريس تصرخ وتصوت لحد ما جاب قماشة وحطها في بقها بدون أي رحمة، واعتدى على البنت وقتلها. وأنهى حياة طفلة بريئة بدم بارد. لكن الموضوع ما وقفش لحد هنا، راح جاب أدوات التعذيب بتاعته وبدأ يقطع فيها ويفصل لحمها عن عظمها علشان ياخد لحمها ويطبخه وياكله. وبعد ما عدى كام ساعة أهل البنت بدأوا يتوتر لأن البنت ما رجعتش البيت مع العم فرانك. العيلة بعد انتظار طويل راحوا للشرطة وقدموا بلاغ باختفاء البنت، وبدأت الشرطة تعمل التحقيقات. لكن العيلة افتكروا انهم ممكن يكونوا تعرضوا لحادث سير، ولكن المشكلة ان جالهم خبر ان مفيش في السجلات حادث سير لراجل عجوز وطفلة. وبعد اختفاء الطفلة لفترة طويلة لحد يوم 11 نوفمبر 1934 استلمت السيدة ديالا رسالة من شخص مجهول، والرسالة كان مكتوب فيها تفاصيل مرعبة العقل ما يقدرش يستوعبها عن قتل البنت وأكلها، ودي تكون الرسالة اللي وقعت ألبرت فيش. الشرطة اتبعت خط الرسالة ولما قبضوا عليه لقوا في جسمه أكتر من 30 إبرة مغروزة في جلده، كان غارزها بنفسه علشان يستمتع بالآلام. وفي التحقيقات ما أنكرش، بالعكس اعترف بكل حاجة بهدوء غريب ومن غير ندم ومن غير خوف، كأنه بيحكي عن مشوار عادي. واتحكم عليه بالإعدام على كرسي كهربائي. وفي سنة 1936 اتعدم ألبرت فيش ومات، بس لسه قصته عايشة كتحذير إن أبشع الشرور ممكن تبقى لابسة شكل راجل عجوز طيب ومحدش يقدر يشك فيه. ودي كانت قصة ألبرت فيش أكل لحوم الأطفال وواحد من أبشع المجرمين في التاريخ. وكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا. في النهاية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش توصلوا في أكبر عدد من اللايكات. وإلى اللقاء في حكاوي أخرى إن شاء الله.